أي أخت حابة تتخلص من شيب الشعر المبكر وتكثف وتطول شعرها بفترة قياسية وبفترة ما راح تاخذ منك وقت غير بضعة أشهر، يعني الشعر اللي تقولك خلال يوم راح يطول الشعر كذابة. أنا بحكيكم كذابة، ما في شعر يطول بنفس اليوم، مستحيل حبايبي. أنا بقولك إنه الشعر يطول من بين شهر إلى شهرين إلى 3 حسب يعني كل وحدة، عادة 3 أشهر ياخذ فترة إذا عشان يطول. بيبلش تحسين إنه شعرك بلش يطلع بيبي شعر هيك صغير، ويبلش هيك تحسين بالك مثل القنفذ واقف هيك مثل المسامير بشعرك، يبلش شوية شوية يطلع صغير ويبلش إنه ينبت وبعدين يطول 100%. بالنسبة هذا لتثبيت الشعر وتطويل وتكثيف. أما لحماية الشعر من الشيب المبكر فهي كثير حلوة بالنسبة للخوات اللي ما مصبوغ شعرهم ولا مرة. أما اللي عندها الشيب كثير بشعرها ممكن يغير فقط قليل من اللون الشعر، يعني خاصة اللون البني. زين، أما يصبغ عندك الشعر كمان أنا بقول لك ما في من هذا الحكي. زين، شو راح تاخذين حبيبتي؟ راح تاخذين حبيبتي ملعقة وسط من النسكافيه سريعة الذوبان، القهوة سريعة الذوبان، ملعقة وسط من القهوة التركية اللي نغليها بالدلة ونحطها مع بعض. راح ناخذ معاها حبايبي ملعقة كبيرة من زيت القرنفل اللي احنا مسويه بالبيت، طريقته موجودة على قناتي، مو نشتريه من المحلات اللي احنا عامليه بالبيت. طيب ما عندك زيت القرنفل، شو راح تسوين؟ تاخذين حبيبتي تقريبا ما يقارب 6-7 حبات من القرنفل وطحنيهن كثير، طحن سوين بودرة، أو تاخذين نصف ملعقة صغيرة جدا، هاي الملعقة الصغيرة نصها من شو مطحون القرنفل. راح تضيفين يعني النسكافيه، القرنفل المطحون والقهوة، كلها مواد ناشفة. شو رح تضيفين بعدين عليها؟ إذا ما عندك زيت القرنفل رح نضيف ملعقة كبيرة. ما عندنا زيت القرنفل رح نستبدله بملعقة، نصف ملعقة صغيرة من القرنفل البودرة. بعدها شو بنضيف معاه حبايبي؟ بنضيف معاه 3 ملاعق من الزيت الزيتون البكر، ونخلطه كثير كويس بحيث حبايبي شو بيذوب النسكافيه مع القهوة مع الحبايبي القرنفل كثير كويس. إن نحركه ونسيبه من الليل للصبح. الصبح شو رح نعمل حبايبي؟ ناخذه هيك ونبلش ندلك في فروة الرأس ندلكها هيك ندلكها كثير كويس. بعدين ناخذه وكأنه ندهن شعرنا بالكامل حبايبي، بالكامل. هو أهم شيء عندنا الجذور واللحم تبعت الجلد، زين، والجذور. وهيك حبايبي تصيبيه على شعرك ولبسي كيس نايلون على شعرك ساعة بالضبط. بعد مرور ساعة اغسلي شعرك. هاي الطريقة كرريها على الأقل، إذا تغسلين أنت عادة 3 مرات بالأسبوع، سويها 2 مرات بالأسبوع على شعرك، وممكن 3 مرات ما راح تأثر نهائيا. أتمنى إنه هذا الفيديو حبايبي ينال رضا الجميع، وأتمنى منكم حبايبي إنكم تعملوا لنا لايك وشير واشتراك، ودائما تفعلوا الجرس. ومع السلامة. علاج الشيب المبكر، تكثيف وتطويل للشعر رهيب جدا جدا، وتحدي معاكم انه رح يكثف ويطول الشعر ويخفي الشيب المبكر. اهلا وسهلا فيكم. في اول تعليق رح تشوفون الرابط.